سلام زينات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. توحشتكم بزاف بزاف. عبالي بليني مفرطه قراف مانيش نحط لكم وصفات لظروف صحيه اللي خلاتني نغيب عليكم كامل هذا الوقت. من اليوم جيتكم بواحد الوصفه تاع الشاورما، ما تزيدوا شوفوا، ما تزيدوش كامل تكمندوها من برا. وصفه بزاف هايله ناجحه وتانيك بكامل الاسرار تاعها. وراح نحط لكم تانيك وصفه تاع صلصه جديده راح تسيوها. اذا كنتوا اول مره تزوروا قناتي نقول لكم ما عليكم غير في الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس هكذا باش يوصلكم جديد وصفاتي. ما نطولش عليكم، لايك كومنتير وبسم الله نبداو في الوصفه تاع نهار اليوم. اول حاجه نبداو بها البنات بسم الله هي لاباط تاعنا تاع لاباط تاع الخبز. شوفوا المقادير تاعها ابسط منها ما كاش. اول حاجه نسحق كاس ونص تاع حليب. الكاس تاع 200 مليلتر هذا تاع الكازوز العادي. ندير كاس ونص، هاولي كاس، ونزيد نص كاس واحد اخر هكذا تقريبا. هادو هما المكونات اللي نسحقوهم. نزيد معاه مغرف صغيره تاع الملح. نخلطوا هاد المكونات مع بعضهم. قلت لكم شاورما تاع اليوم بزاف سهله، ما فيهاش مكونات بزاف. هاد الحليب البنات راح نزيد عليه 3 كيسان ونص فارينه، ونشوف اذا لقيتها معجنه بزاف لو بوين وين ما نقدرش نتحكم فيها نزيد لها، وإلا لقيتها تتلم نورمال راح نخليها هكذاك، باسكو كاين فارينه تشرب وكاين فارينه ما تشربش. هذا هو الكاس الاول. الكاس الثاني، الكاس الثالث. نبدا نلم، بقى لي هنا نص كاس، دوك نزيدو حتى هو برك. الفرينه تاعي البنات راح نضيفها تدريجيا باش ما يبش لاباط تاعي. راح نتحصلوا على عجينه راح تكون تتلصق في اليدين كيما ما نخدموا المعجنات تاعنا. هذه هي العجينه اللي تحصلت عليها، طريه نوعا ما تخافوهاش. دوكا راح نعاونوها بهذوك الرشات اللي نديروهم فوق لو بلون دو طرافاي باش نعجنوا. هاي ليكم العجينه تاعكم جامي تخافوها. هاي ليكم. ما حبيتش نزيد لها الفارينه في الاول هكذا باش كي نكون نعجن نخليها تكون طريه، باش خبز الشاورما تاعي يجيني طري وشباب هكذا. ونقوم بالعجن بطريقه عاديه كيما مالفه نوريلكم. اذا شفتوا لاباط تاعكم غلبتكم وبدات تلصق لكم في البلون تاعكم، عاونوها برشات خفيفه تاع الفارينه. شوفوا البنات، لاباط اللي تحصلت عليها لازم تكون هكا طريه، باسكو ما تنساوش كي نكونوا نفتحوا في لاباط تاعنا راح نديروا الفارينه. قلت لكم في المعجنات لازم دائما لاباط تقعد تلصق في اليد، باش كي نجيو نفتحوها بالفارينه راح تعطينا الطع وتجي شابه خفيفه ومنبله هكذا. راح نخليها ترتاح 20 دقيقه هكذاك لو طون اللي نوجد لا مارينات تاع الشاورما تاعي، ونعاودوا نولوا للخبز تاعنا. هنا البنات جبت سكالوب تاعي، قطعته كما راكم تشوفوا. راح نحطو كوتي، نقطعو كامل مربعات يكونوا ما كبار بزاف ما صغار. ودوك زينات ندوزو باش نوجدو التتبيله تاعنا لا مارينات تاع الشاورما. صدقوني اجمل شاورما وابن راح تذوقوها. هذه هي بون. راح نحط هنايا نصف، ماشي نصف، عصير نصف حبه ليمون، عصير نصف حبه قارص، جو تاع حبه بصل. عصرت رحيت حبه بصل وديت غير العصير تاعها. هنا عندي مغرف كبيره تاع طماطم، ديت النص تاعها، استادير نص مغرف تاع طوماطيش هكذا. راح ندي 2 مغارف تاع ياغورت ناتور هكذا. بالنسبه للتوابل البنات درت هنايا مغرف صغيره تكون بومبي تاع ملح بلوتو، 4 مغرفه تاع فلفل كحل، 4 مغرفه تاع قرفه، هنايا نص مغرفه صغيره تاع كركم، مغرف صغيره ماشي بومبي تاع كمون، نصف مغرف صغيره تاع فلفل عكري، وهنايا مغرف صغيره نص تاعها تاع راس الحانوت. هذه هي، هادو هما التوابل اللي استعملتهم. وراح نستعمل تاني دبس الرمان، اللي ما عندهاش ماشي مشكل، هذا هو دبس الرمان. انا راح ندي مغرف كبيره. راح نزيد للشاورما واحد البنه
هاي ليكم البنات. ونخلط كامل هاد لا ماريناد. ما درتش الثوم، الا عندكم ثوم مرحي ديروه، مجفف مرحي ديروه، الا ما عندكمش ما ديروش، باش كي تكونوا تقلوا في الشاورما تاعكم ما راحش يتحرق لكم هذاك الثوم ويعطيكم بنه ماشي شابه. انا بعد ما خلطت كامل هذوك المواد خليتهم طلقوا لي صابغ على بعضهم، راح نجيب سكالوب تاعي ونحطه لداخل ونخليه اقل شيء نص ساعه باش يتبل لي مليح. دوك واش راح ندير، نقي لو بلان تاعي، نخلي هاد الشاورما تتبل ونعاود نولي معاكم. هنا البنات فاتت 20 دقيقه تقريبا. دوك نوريكم لاباط تاعي كيف ولات. شوفوا خواتاتي، راهي اجمل عجينه راح تتحصلوا عليها. شوفوا ما شاء الله راهي الاستيكي، شتو عجينه هايله، راح تساعدكم بزاف في الخدمه تاعها. دوكا واش راح ندير، راح نقسمها على 12 كوريه بالاستعانه. دائما ترشوا على سطح العمل شويه فارينه، راح نقسمها على 12 كويره عفوا، ونعاود نولي معاكم. هنا البنات راني كورت كامل هذوك الكويرات، جاوني قلت لكم 12، في كل كوره راح تجيكم 56 57 وزن الحبه. دوك تشوفوا واش راح ندير. هنا راح نجيب شويه فارينه نرشها سور لو بلان تاعي هكذا، ونخدم بزوج كويرات. دوك تشوفوا لا فاصون تاعي. دائما نرش الفارينه على لو بلان تاعي، نجيب الكويره الاولى نفتحها، نزيد الثانيه، نخلي هذيك الاولى تكوتي، نزيد نفتح الثانيه، من بعد نجيب الزيت ندهنها دهنه خفيفه برك، نرش الفارينه ونحط عجينه فوق عجينه. شوفوا فتحت الاولى، حطيت الزيت، حطيت الفارينه رشه خفيفه، ومن بعد حطيت كيما نقولوا عجينه فوق عجينه هكذا. طريقه سهله وتكملوا ليه. هادوما اللي راح نخدموهم زوج زوج كيما راكم تشوفوا البنات، الصوره راهي واضحه وتشرح نفسها. هادوك العجينه اللي درنا وحده فوق وحده بيناتهم الفارينه والزيت راح نخلوهم تكوتي، ومن بعد ما كملت كامل راح نستعين بالفارينه ونبدا نفتح هادوك الزوج عجينات اللي كنا ركبناهم فوق بعضهم بالاستعانه بالفارينه. دائما نفتحهم اقل سمك نقدر نفتحه، ستادير نرقق العجينه الماكسيموم، طريقه تقريبا كيما تاع عجينه الفيلو. الطاجين تاعي كون درتو يسخن، ننفض لاباط هذيك الخبزه بعد ما نكون فتحتها عفوا، ومن بعد نحطها في هذاك الطاجين سخون 30 ثانيه ونقلب 30 ثانيه ونقلب حتى نشوف هذاك الخبز تاعي كامل تنفخ. كي نحط الخبزه ما لازمش نفوت 30 ثانيه ونقلب باش يتنفخ لكم بهاد لا فاصون ويطيب لكم تاني من الداخل. هذه هي البنات. نكون وجدت طرشونه تكون نقيه، طرشونه، ونزيد نوجد قدامها ساشي كيس غذائي بلاستيكي باش جوست ما يطيبوا لي هذوك الخبزات، نحطهم في هذيك الطرشونه ومن بعد ندخلهم داخل هذاك الساشي. دوك تشوفوا الطريقه معايا. هذا هو الخبز تاعي البنات كيفاش جا. شوفوا شوف ها كيما نديرلو. هنا راه مزوج خبزات. دوك نحي الخبزه الفوقانيه على التحتانيه، راح تشوفوا معايا. من جهه واحده اخرى راني نقلي في البطاطا وراني نسخن في المقله باش نقلي الشاورما تاعي. هنا البنات شوفوا راني نفصل في هذوك الخبزات على بعضهم. شوفوا ما شاء الله جاي خفيف 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 كيما تطوى هي تطوى. جربوا هذه الوصفه ما راحش تندموا. البنات درت الزيت في المقله تاعي وخليتها حتى سخنت مليح. لازم كي ندير الشاورما تاعي مع هذا الصوص. خلي الفرن على نار متوسطه ونخلي الدجاج تاعي حتى يتقلى مليح. ما نخليش هذيك لاصوص حتى تنشف كامل باسكو راح نسحقها كي نكون نحمر في هذاك الشاورما تاعي. راح نخليه يطيب وطيب البطاطا ونعاود نولي معاكم. وبيان سور البنات كي نقولوا شاورما نقولوا لازم تكون فيها صلصه من الصلصات. اليوم راح نقترح عليكم صلصه جديده، طبخ الجزائري ماهيش تاعنا تاع سوريا، اللي هي وصفه الطحينه. راح نستعملوها كصلصه للشاورما تاعنا. هنا نسحق اللبن، راح ناخذ منه عفوا 4 مغارف كبار هكذا يكونوا فايضين، 3 و4. هاي ليكم. نسحق تانيك 2 مغارف كبار تاع الطحينه.
عفوا لازم تخلطوها مليح. هذه المغرف الاولى، هذه المغرف الثانيه. نزيد معاهم سنه تاع ثوم، هي نورمالمون زوج سنات، انا ما نحبش الثوم بزاف، ما نحبش كي يكون قاطع. ونزيد عصير تاع حبه ليمون هكذا. انا ما درتهاش كامل باسكو الحبه تاع القارص تاعي كبيره. ونخلط كلش بالبغا ميكسور. بلوتو نزيد لها مغرف صغيره تاع ملح هكذا، ونخلط كلش بالبغا ميكسور. بعد ما وجدت كلش البنات راح نبدا في التشكيل. هنايا جبت 2 ورقات تاع شاورما، دهنت ما بين الورقه والورقه بالفرماج، دهنت تانيك سطح الورقه بالفرماج، صلصه الطحينه، شاورما تاعي، حبيبات فخيت، حطيت شويه طوماطيش، شويه تاع مرقد، وصلصه الجبن اللي ما نستغناش عليها بلوتو، اللي راح نخلي لكم الوصفه تاعها اسفل الفيديو. هذيك لاصوص اللي كنت قليت فيها شاورما تاعي، اللي كنت طيبت فيها شاورما، راح ندهن فيها هذوك الخبزات تاعي تاع الشاورما. قلت لكم البنات هذيك الشاورما كنت غطستها في هذيك الصلصه اللي طيبت فيها الشاورما تاعي والدجاج، وكنت سخنت طاجين. تقدروا ديروه في بانينوز، انا ما حبيتش نخدم بها. المهم الطاجين تاعكم ما يكونش يلصق، ونحمرهم على الطرفين. وهذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها البنات. هذيك الصلصه تاع الطحينه يقولوا لها تانيك صلصه الطراطور. هاد الوصفه بزاف بنينه في هاد الساندويشات، وكامل ننصحكم كامل تجربوهم. شوفوا الشاورما تاعي كيفاش جات معسله لداخل، واحد البنيه البنات قد ما نوصف لكم قولوا قليل. هذه هي الوصفه تاعنا. وهكذا حبوبات نكون وصلنا لنهايه الفيديو تاعنا اليوم. نتمنى هذه الوصفه تكون نالت اعجابكم، ان شاء الله نكون خفيفه الظل على قلوبكم. نتمنى تانيك تشاركوا هذه الوصفات مع احباباتكم باش تكبر اللمه تاعنا. ما تنساوش ما تبخلونيش لي لايك لي كومونتير، على قد ماني ما نبخلكمش بالوصفات. اي وصفه نتعلمها نجي نحطها لكم رغم الظروف. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي بزاف روحكم. الى اللقاء مع وصفات اخرى وفيديوهات اخرى ان شاء الله. سلام.